أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الكريم. إخوتي في الله، أحبتي في الله، اليوم بدنا نعيش مع قصة عظيمة، قصة فيها فوائد كثيرة. يا حبذا إن نتعلم هذه الفوائد ونطبقها على أنفسنا وعلى أولادنا وعلى أهلنا. قصتنا اليوم يا إخوان قصة عظيمة. بيوم من الأيام إخوتي في الله، أحبتي في الله، سيدنا عمر بن الخطاب بنظر لرجل ومعه واحد ثاني، فبقول يا سبحان الله، كالفولة أو كالغراب، عفوا كالغراب. كيف الغراب؟ لأنه شبههم بالغراب. الغربال يا أخوان نفس النسخة، تقدرش تفرق بينهم، مثل الغراب، اثنين يا إخوان نسخة عن بعض، الأب وابنه. فالأب بقول لسيدنا عمر: انت لو تعرف شو قصة هذا الغلام اللي هو ابني تستغرب اكثر. الاب وابنه نسخة عن بعض. قال له: شو قصتهم؟ قال له: يا امير المؤمنين، بيوم من الايام كنت بدي اخرج اسافر، فزوجتي كانت حامل، فبتقول لي: وين بدك تسافر؟ وين بدك تتركنا؟ لمين بدك تتركنا؟ فحاولت معاي وصممت على السفر. بالاخير قالت لي: طب انا حامل، انا طفلك ببطني حامل، أنا الآن كيف بدك تتركه؟ فوضعت ركزه، وضعت يدي على بطن زوجتي وقلت للغلام اللي ببطنها: أستودعك الله. شو قال؟ أستودعك الله. ركزوا عليها: أستودعك الله. ثم سافرت. بعد فترة رجعت من السفر، سألت عن زوجتي، لقيت زوجتي توفاها الله. احزنت، قعدت ببيتي بتطلع على المقبرة، في نار بيطلع من القبر تبع زوجتي. والقصة سألت، قالوا لي: من أول ما دفنا زوجتك وهاي النار تطلع من القبر. فرحت بالليل يا إخوان وحفرت القبر، فأجد امرأتي متوفاة وابني الرضيع برضع منها وهو في القبر. يا الله! استغرب سيدنا عمر، معجزة هاي، كرامة. فسيدنا عمر بس بعد ما سمع القصة شو قال لهذا الرجل؟ ركزوا، قال له: لو قلته أستودعكم الله لوجدت الطفل وأمه في رعاية الله. فالمطلوب منا يا إخوان، والشاهد من القصة، إنه يا إخوان دائما نستودع أهلينا وأبنائنا لله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.